عليكم. النهاردة هنتكلم عن أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجاته. كتير مننا عارف إن هو اتجوز سارة وهاجر، لكن في الحقيقة هو اتجوز 4 زوجات. تعالوا نعرف هما مين. في الأول سيدنا إبراهيم اتولد في بلاد ما بين النهرين. من بعد ما كبر وبدأ يعقل رفض عبادة الأصنام بصورة جديدة، ولا عليها حجارة لا بتضر ولا بتنفع وبتتكلمش، وبدأ يتجه للكون علشان يشوف مين هو الإله. الشمس مرة والقمر مرة لغاية ما ربنا هداه وبلغوا الدعوة. ساعتها حاول ان هو يهدي القوم بتوعه، بس هم كان عندهم عناد شديد جدا، فراح جايب الفاس وراح مكسر الاصنام في ليلة وعلق الفاس في رقبة صنم منهم. تاني يوم الناس جت تشوف ايه يا جماعة مين اللي كسر الاصنام. قالوا ده في واحد اسمه ابراهيم عمال يشتم فيهم. جابوا سيدنا ابراهيم، انت اللي كسرت؟ قال لهم لا، دي نسألوهم شوفوا مين اللي كسرهم، مش انتوا بتعبدوهم؟ فالناس قالوا له ازاي هنسأل حجارة؟ قال لهم اسألوا نفسكم ازاي بتعبدوا حجارة. الموضوع وصل للملك والملك جابه، فالملك قعد يناقشه. فسيدنا ابراهيم بيقول له ربنا بيحيي ويميت. فالملك راح قايل له انا قدامي 2، انا ممكن ان اخلي ده يعيش واموت ده. فطبعا لما لقاه غبي قال له طب ربنا بيطلع الشمس من الشرق وبيغربها من الغرب، انت بقى طلعها من الغرب. طبعا فبهت الذي كفر، ما قدرش ان هو يرد. راح قال لهم اعملوا نار شديده جدا ورمى فيها سيدنا ابراهيم، وربنا امر النار انها تكون بردا وسلاما عليه ونجي من اللي حصل. ومن بعد الحكايه دي امن بيه ناس كتير جدا. سيدنا ابراهيم كانت اولى زيجاته السيده ساره، كانت بنت عمه وكانت بالغه الحسن، لدرجه ان هم بيقولوا ان جمال سيدنا يوسف كان ورثه من السيده هاجر. قعدت لغايه فتره كبيره جدا من العمر ما خلفتش، لغايه ما ربنا بعت لها الملائكه وبشروها باسحاق وان هو هيبقى نبي زي ابوه. ولدت سيدنا اسحاق وقعدت شويه وبعد كده اتوفت ودفنها سيدنا ابراهيم. دي كانت الزوجه الاولى. الزوجه الثانيه كانت السيده هاجر المصريه. في مره كانوا ماشيين في قافله، سيدنا ابراهيم وساره ومعاه الناس بتوعه. دخلوا الحدود المصريه بالغلط، حرس الحدود المصري مسكهم ووداهم للملك. ساره من كتر جمالها الملك قعدها عنده في قلب القصر، حاول يقرب منها، ربنا منعه عنها، وبالتالي هو احترمها وخاف منها واهداها اميره فرعونيه كانت اسيره عنده، لانه كان فرعون الشمال هو، فاهداها اميره فرعونيه. اما جه سيدنا ابراهيم يخرجها فاخدها طبعا هي والسيده هاجر. كانت هي ساعتها ما خلفتش، فاقترحت عليه انه يتجوز السيده هاجر ويخلف منها. وبالفعل اتجوز السيدة هاجر وخلف منها سيدنا إسماعيل. بمجرد ما خلف سيدنا إسماعيل زي التوراة ما بتقول دبت الغيرة في قلب سارة وقالت له ما تقعدش في أي مكان أنا موجودة فيه، خدها وامشي. خدها وراح وداها في واد غير ذي زرع، وداها في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء زي ما احنا بنقول، وقعدها هي والطفل الوليد ومشي. بس دعا ربنا وقال انه ساب من ذريته في وادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يا رب خد بالك منهم ورعاهم. خلص الاكل من السيده هاجر والشرب، بدا الرضيع يعيط عايز اكل وهي مش قادره انها تاكله، فبدات انها تهرول وتجري ما بين جبل الصفا والمروه. يمكن تشوف قافله ماشيه تشاور لها، يمكن تشوف ميه ورا جبل من الجبال، لغايه ما ربنا فجر بئر زمزم تحت رجل سيدنا اسماعيل وهو طفل. طبعا هي لمت الماء ده، وطبعا في وجود ميه فبقى فيه شويه زرع. كانت القوافل وهي رايحه وهي جايه بتستريح في المكان ده علشان خاطر تتزود بالميه وكده. وفي قوم اسمهم جرهم استأذنوها ان هم يقعدوا في المكان فقعدوا، وبدأ المكان يتعمر. كان بيجي سيدنا إبراهيم يشوفها ويمشي. فضلت السيدة هاجر في مكانها لغاية ما توفت، وحزن على سيدنا إسماعيل حزن شديد جدا ودفنها في أرض الحجاز. نيجي بقى للزوجة الثالثة، وكان اسمها قنطورة. قنطورة كانت كنعانية، كنعان اللي هي بلاد الشام. اتجوزها سيدنا إبراهيم وخلف منها 6 من الذكور. وبعدين اتجوز حجون. حجون برضو كانت من نفس القوم وخلف منها 5 من الذكور. عمر سيدنا إبراهيم طويلا، يعني قعد حوالي 135 سنة من العمر، وبعد كده توفى. محدش عرف مصير حجون وولادها وقنطورة وولادها، لأنه ربنا كان وعد سيدنا إبراهيم إن النبوة هتبقى في نسل إسماعيل ونسل إسحاق. علشان كده نسل الزوجتين دول
انتشروا محدش عرف عنهم حاجة لغاية النهاردة. دي كانت حكايتنا النهاردة من زوجات الأنبياء. يا رب تكون عجبتكم. استنونا بكرة إن شاء الله نفس الميعاد وحكاية جديدة من زوجات الأنبياء. السلام عليكم.